السلام عليكم ومرحبا على قناتكم الإخوان المنخرطين والمنخرطات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من بعد ما قامت الإدارة ديال الصندوق بتحديث التطبيق ماسينيسيس الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التحديث الأخير واللي ضافت فيه ديك الميزة الثانية لتسجيل الدخول من بعد ما كانت الهويه الرقميه عبر خاصيه NFC. زادت ميزه ثانيه لتسجيل الدخول باش تسهل على المنخرطين والمنخرطات ديالها الولوج للتطبيق ديال ماسينيسيس، وزادت هذيك الاضافه ديال التحقيق عبر خاصيه OTP. لكن بزاف ديال المنخرطين والمنخرطات باقي لحد هذه الساعه ما توصلوش بالتحديث وما قدروش يدخلوا للتطبيق ديالهم. فعلاش التطبيق ما خدامش وعلاش ما قدروش يحملوا النسخه الجديده؟ اول حاجه الاداره فاش قامت بهذا التحديث الجديد راه قامت على الفيرسيون ديال الاندرويد خاصها تكون عندكم من 8 الفوق. كنعاود يعني الفيرسيون النسخه ديال الاندرويد اللي خدامين بها على الهواتف ديالكم خاص يكون التحديث من 8 الفوق، عاد غادي تشتغل معكم النسخه الجديده. وبالنسبه للناس اللي تمكنوا انهم يحملوا التطبيق وتبقى غير كيدور ما تيتيليشارجاش، فهذا راجع لضعف ديال السيرفرات اللي خدامه بهم الاداره. كنتمناو الاداره ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفهم هذا المشكل هذا وتحدث السيرفرات ديالها، والا غادي يبقاو جميع المنخرطين والمنخرطات دائما كينتظروا التطبيق ما كيفتحش. واحد الفئه ما استطاعتش تحمل التطبيق، وحتى الفئه اللي استطاعت بالامكان ديالها تحمل التطبيق كتوفر على الاندرويد 8 الفوق راه ما تيفتحش معها قليل جدا، لان السيرفرات ما كتحملش واحد الضغط كبير على التطبيق ديال ماسينيسيس. ولحد الان هادشي اللي كاين شي تغيير جديد، شي تحديث جديد غادي نعلموكم به. ما عليكم غير تخليو ابوني في القناه، فعلوا الجرس على الكل هكا باش توصلوا دائما بالجديد وكل ما كيخصكم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والى اللقاء.